تخيل نفسك ماشي في شارع، مش أي شارع، شارع مرصوف بالتاريخ، شارع مشي عليه الفراعنة زمان. ده بالظبط اللي هتحسه لما تمشي في طريق الكباش في الأقصر. كل حجر، كل تمثال بيحكي قصة من زمان، قصص عن الفراعنة والكهنة والآلهة، عن حضارة عظيمة عاشت قرون طويلة. الأقصر مدينة بتتنفس تاريخ، مكان ما بتقراش فيه التاريخ في الكتب وبس، لكن بتشوفه وتلمسه وتحسه. الأقصر مدينة التناقضات، من ناحية هي مدينة حديثة، فيها عربيات وأتوبيسات وناس عايشة حياتها الطبيعية، ومن ناحية تانية هي متحف مفتوح، معابد ومقابر فرعونية عظيمة واقفة شامخة بتفكرنا بعظمة مصر القديمة. ومن عجائبها طريق الكباش. الطريق ده فيه مئات تماثيل الكباش، وبيوصل بين معبدين مهمين جدا، معبد الكرنك ومعبد الأقصر. الطريق ده مكان مقدس، مش مجرد طريق، مكان كان المصريين القدماء بيتواصلوا فيه مع آلهتهم. تخيل موكب ضخم، فرعون مصر بكل عظمته راكب عربية من ذهب، والكهنة لابسين ملابس بيضة وبيرددوا الترانيم، والراقصين بيرقصوا على صوت الطبول. ده كان المشهد في طريق الكباش أيام موكب أوبت. الطريق ده فيه أكتر من 1200 تمثال كبش، طوله حوالي 3 كيلومتر. التماثيل دي مش مجرد ديكور، دي حماة الطريق المقدس. طريق الكباش ده دليل على العبقرية المعمارية بتاعة المصريين القدماء، بيفكرنا بزمن كان الإيمان بيقدر يحرك الجبال، أو على الأقل ينحتها لمعالم عظيمة. الكبش كان حيوان مقدس في مصر القديمة، وكان بيرمز للإله آمون، ملك الآلهة. آمون كان دايما بيتصور برأس كبش، وكان بيعتقد إنه حامي طيبة، العاصمة القديمة لمصر. تماثيل الكباش في طريق الكباش بتفكرنا بقوة آمون، وكمان رمز لسلطة الفرعون اللي كان بيعتبر الممثل بتاع آمون على الأرض، وكان مسؤول عن المعابد والطقوس اللي بترضي الآلهة. تماثيل الكباش برأس الكبش، وهيبتها كانت حراس أقوياء بيحموا الطريق المقدس، وبيفكروا كل اللي بيمر من هناك بقوة آمون والفرعون. موكب أوبت العظيم، رحلة الميلاد من جديد. كان موكب أوبت من أهم الأعياد الدينية في مصر القديمة، كان عيد للولادة الجديدة والتجدد، وكان بيحتفل بفيضان نهر النيل. الفيضان كان مهم جدا لحياة المصريين، لأنه كان بيجيب الطمي اللي بيخلي الأرض خصبة للزراعة. أثناء الموكب كانوا بينقلوا تماثيل آمون وموت وخنسو من معبد الكرنك لمعبد الأقصر. الرحلة دي كانت بتحصل في طريق الكباش، وكانت مناسبة سعيدة مليانة موسيقى ورقص وقرابين للآلهة. موكب أوبت كان بيستمر لأسابيع، وكان وقت للاحتفال والأكل والشعائر الدينية. الناس كانت بتيجي من كل مكان في مصر للاحتفال في طيبة. موكب أوبت ما كانش مجرد حدث ديني، كان وقت لتأكيد حق الفرعون الإلهي في الحكم. بمشاركته في الموكب كان الفرعون بيأكد علاقته القوية بآمون والتزامه بمعد مفهوم النظام والعدالة عند المصريين. الموكب كان بيجمع كل المصريين، الناس من كل مكان كانت بتيجي تحتفل بدينهم وثقافتهم. موكب أوبت كان بيفكرهم بالحاجات اللي بتربطهم كأمة واحدة. الموكب كان له دور كبير في تماسك المجتمع وتقوية المعتقدات الدينية اللي كانت أساس المجتمع المصري القديم. طريق الكباش مش مجرد طريق، ده تحفة فنية وهندسية من العصر الفرعوني. تماثيل الكباش منحوتة بكل دقة واتقان. الطريق نفسه معجزة في التخطيط والتنفيذ. تخيل المجهود اللي اتبذل في قطع الأحجار ونقلها ونحتها، وتخيل عدد العمال اللي كانوا بيجهزوا الأرض ويرصوا الحجارة. طريق الكباش دليل على عبقرية المصريين القدماء وإصرارهم، بيفكرنا بمهاراتهم في العمارة والهندسة والفن، وبيخلينا مندهشين من قدراتهم. قرون طويلة طريق الكباش كان مدفون تحت الرمال، وفي القرن العشرين
بدأ علماء الآثار في الكشف عن هذه الأعجوبة القديمة. دلوقتي الطريق رجع لشكله القديم، وبقى ممكن نمشي زي ما مشي الفراعنة زمان. المشي في طريق الكباش تجربة مش هتنساها، فرصة نرجع بالزمن لورا ونتخيل عظمة مصر القديمة، وبيفكرنا إن حتى أعظم الحضارات مش هتفضل للأبد. إعادة اكتشاف طريق الكباش وترميمه بيدينا رابط قوي بالماضي، وبيخلينا نحس باتصال حقيقي مع تراث مصر القديمة. طريق الكباش كنز مش لمصر بس، لكن للعالم كله. بيفكرنا بتاريخنا الإنساني، ومهم نحافظ عليه للأجيال القادمة. لما نمشي في الطريق ده، بنمشي زي ما مشي أجدادنا زمان، بنشاركهم قصصهم ومعتقداتهم وأحلامهم. مسؤوليتنا نحمي الأماكن دي ونتعلم منها وننقل تراثها للأجيال الجاية. لازم كلنا نحمي تاريخنا المشترك، ونتأكد إن الآثار دي هتفضل تلهم الناس وتعرفهم حاجات جديدة لقرون طويلة.